اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. اهلا بيكم في برنامجكم مع ماما سمسمة، وحلقة جديدة النهاردة هنتكلم فيها عن بيت مترتب طول اليوم. رقم 1 هي تهوية البيت كله، ويا اهلا بالطاقة الإيجابية وباي باي للطاقة السلبية عشان نقدر نكمل مشوارنا في البيت. ونبدأ بقى بأوضة النوم، أغير ملاياتها، ألمع مرايتها وأرش فيها معطر واقفل الباب بتاعها عشان ما تبقاش مدخل لولادي كل شويه يدخلوا فيها يغيروا فيها، يفتحوا الدولاب يكركبوها زي ما كانت. لا، اوضتك خط احمر لازم تتقفل، ما تبقاش مدخل ومخرج للولاد. اتفقنا؟ اتفقنا. خلينا بقى نكمل باقي البيت. الصاله بتاعتك لازم تكون في استعداد لاستقبال اي حد. اول حاجه الضيف بيدخل على الصاله، يبقى انت سواء كانت بقى بتستقبلي في الصاله او عندك صالون او اي حاجه لازم صالتك تبقى نظيفه. يعني ولادي لما يجوا من بره ما ينفعش يغيروا ويرموا هدومهم على الانتريه، ولادي لما يجوا من بره الشنط ما تنفعش مرميه على الانتريه، ما ينفعش انا في ايدي اي حاجه اروح سايباها في الصاله. الصاله لازم تبقى نظيفه ومترتبه. ثبت الغسيل بتاعك لازم اول باول يفضى، لازم اول باول يفضى. ما استناش بقى لما الغسيل يبقى تلال، لا، دور في دور في دور هتبص تلاقي نفسك ثبت الغسيل بتاعك يوميا هتلاقي فيه غسله واحده. الحمام ما تناميش والحمام مش نظيف. ليه؟ لان اول عينك ما بتفتح انت وزوجك واولادك بتفتح على الحمام. اول ما بنقوم من النوم بنروح الحمام. اروح الحمام بقى الحوض لازم يبقى بيلمع، الارضيه ممسوحه، ريحته كويسه. ده من بالليل المفروض، ما استناش بقى للصبح. يبقى حمامي ما نمشي غير وحمامي نظيف وريحته حلوه. اخر حاجه وخامس حاجه هي المطبخ، وخليتهولك في الاخر لان شغل المطبخ ما بيخلصش. شغل المطبخ بيبقى كتير جدا، من غسيل المواعين لطبيخ لترتيب مشتريات في مكانها، لاشوف ايه اللي ناقص واشوف ايه اللي محتاجاه في المطبخ. فخليت لك المطبخ ده اخر حاجه لان فعلا المطبخ بيبقى شغله تقيل وكتير. مواعينك اول باول، ارضيه المطبخ لازم تبقى نظيفه لان نظافه المطبخ بعتبرها هي اساس نظافه البيت. يلا كده سلام. لو وصلتي لحد هنا لايك وسبسكرايب وسلام. وما تنسونيش في دعوة حلوة من القلب. سلام.